بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نديروا واحد نخدموا على واحد البروجيكت، واحد الحاجة اللي ما درتهاش في الفيديوهات السابقين. فالفيديوهات السابقين كلهم تكلمنا على الكود، على الالغوريثمز اتسيتيرا، ولكن ما عمرناش شفنا كيفاش يمكن لك مثلا تطور واحد البروجيكت. عندك مثلا واحد الفكرة وتبدا من الصفر حتى الاخر، ولا كيفاش كيكون مثلا التطوير ديال البروجيكت في الشركات. اوكي، فمثلا نفترض دخلتي لواحد الشركه وخدمتي مثلا ك انترن، مثلا في واحد دخلتي لواحد الانترنشيب، واحد ستاج، ولا دخلتي مثلا كتخدم كديفلوبر. فكيفاش كيكون داك البروسيس من الاول، من السبيك، اوكي، من سبيسيفيكيشن، يعني تعرف التعريف ديال الاهداف ديال البروجيكت، ديال الكونسترينتس اتسيتيرا، حتى من بعد الديفينيشن ديال اليو ام ال دايجرام، ومن بعد كيفاش تطور هذا البروجيكت هذا وتزيد هنايا التيست، اليونيت تيست. اوكي، فهادشي كامل غادي نحاولوا نشوفوه. هو في هذا الفيديو ما غاديش نحاولوا نكتبوا الكود. اوكي، دوزنا مده طويله كنكتبوا الكود، دابا غنحاولوا نشوفوا كيفاش يمكن لك تطور هذا البروجي. فالكود سهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. هذا البروجيكت هذا غادي نخلي اللينك في الديسكريبشن، اللينك ديال جيت هاب، ويمكن لك تقرا الكود كامل. اوكي، هنا نحاول نشرح، طبعا نحاول نشرح الكود، نحاول نشرح الكلاسز، كل حاجه شنو دير، ولكن ما ندخلش في التفاصيل ديال الكود. اوكي، فانا اول حاجه نبداو بها هي هاد سبيسيفيكيشن دوكيومنتس. ف اول حاجه ملي كتكون مثلا خدام في شي شركه ولا، فكيجي داك البرودكت اونر. البرودكت اونر هو اللي كيكون عنده مثلا معرفه كبيره بداك البروجيكت وبالماركت اتسيتيرا، بالكاستمرز، وهذا كيكون مثلا الهدف هو انه يديفلوبا واحد المشروع، يتطور واحد المشروع. اوكي، مثلا هنا خدينا واحد الاكزامبل ديال ويب سكرابر ان سي بلس بلس. فهنا انت الا قريتي مثلا فقط العنوان ويب سكرابر، ما تعرفش بالضبط شنو هاد الويب سكرابر كيدير، شنو التكنولوجيز اللي نخدم بهم، شنو فهمتي يعني الاركيتكتشر اتسيتيرا. فكاين بزاف ديال المعلومات خصك تعرفهم. اوكي، انا نحاول نقراو هاد الدوكيمنت هذا ونشوفوا جميع هاد السيكشنز هادو. فاول حاجه عندنا بروجيكت سناب شوت. هنا سناب شوت، هنا عندنا سكراب انجن ويب سكرابر ان سي بلس بلس، فهذا هو التايتل. البرايمري اوبجيكتيف، فالهدف هو download a page, parse HTML, extract a title and links, then save results to disk. فهذا هو الهدف. اوكي، يعني تحمل ديك البيج، ديك الصفحه، تاخذ ال HTML، الكود HTML، من بعد غادي تاكستراكتي تايتل، يعني تاخذ التايتل واللينكس، ومن بعد غادي تحفظهم في واحد في الديسك. اوكي، في واحد الفايل تي اكس سي فايل. فهنا كما قلت قبل يقدروا يجيوك مجموعه الاسئله، واش مثلا نحفظهم في واحد تي اكس سي فايل، جيسون فايل، اكس ام ال فايل، اتسيتيرا. والهدف هو الهدف ديال الدوكيومنت ديال السبيسيفيكيشن هو هذا الشيء هذا. هنا الاركتكتشر ستايل كلين لاير اورينتد اركتكتشر وذ سمول فوكسد كومبوننتس، يعني الاركتكتشر تكون كتحتوي على مجموعه ديال الكومبوننتس، اوكي، ديال الاجزاء. initial outputs console output plus text file results.txt in output. فهنا الاوتبوت ديال الابليكيشن ديالك، يعني شنو غتعطينا؟ فغتعطينا واحد تكست فايل. في الاول غادي يكون results مثلا .txt، ومن بعد نقدروا مثلا بلاص ما نستعملوا التكست فايلز نقدروا نستعملوا جيسون فايلز، اكس ام ال فايلز، اتسيتيرا. فهنا هذا هو الهدف ديال تكون عندك واحد الكلين اركتكتشر، واحد الاركتكتشر اللي فيها مجموعه ديال الكومبوننتس. فمثلا الا كانت الاركتكتشر ديالك مزيانه، فمن بعد الا بغيتي مثلا في عوض ما تستعمل تكست فايلز تستعمل جيسون فايلز ولا اكس ام ال فايلز اتسيتيرا، فغتكون سهله. اوكي، فهذا هو الهدف ديال الكلين اركتكتشر. اوكي، كتكون يعني سكيلابيليتي، تقدر تسكيلي داك البروجيكت، تقدر المانتينابيليتي، يعني تقدر مثلا تحل بروبلمز الى مثلا وقعوا فيه اتسيتيرا. فهذا هو الهدف ديال الابليكيشن ديالك، يكونوا فيها مجموعه ديال الكومبوننتس. نشوفوا هذا الشيء بالتفاصيل من بعد. اوكي، success criteria: readable code, testable extractors, deterministic output, clear build, test workflow. فهنايا هذا هو بحال الكرايتيريا ديال النجاح ديال هذا البروجيكت هذا. readable code يعني يكون
كتقدر تقراه بسهوله. الا جا مثلا شي ديفلوبر اخر بغى يخدم على هذا البروجيكت هذا فكيكون سهل عليه انه يقرا الكود. تيستابل اكستراكتورز، فبالنسبه للاكستراكتورز مثلا تايتل واللينك اكستراكتورز يكونوا تيستابل. فداكشي اللي غادي نديرو يونيت تيست باش نقدروا نتيستيوهم، نديروا مجموعه ديال التيست باش نتاكدوا انهم راهم خدامين مزيان. هنا ديترمينستيك اوتبوت، فهذه مهمه. ديترمينستيك اوتبوت يعني الاوتبوت تكون ديترمينستيك، يعني صحيحه 100% نقدروا نقولوا. فتقدر مثلا نعطيك واحد المثال، تقدر تستعمل مثلا واحد الاي بي اي ديال تشات جي بي تي ولا ديال شي اي اي اللي مثلا تريند، يعني دربت على مثلا الاكستراكشن ديال التايتلز اكسترا، مجموعه ديال الفايلز. هنا هذه غتعطيك النتيجه ولكن ماشي ديترمينستيك. فكتكون عندها مثلا واحد الاكيورسي ديال 99 98%، ولكن ما كتكونش 100%، ما كتكونش ديترمينستيك. كتكون ستوكاستيك ولا بروبابيليستيك ولا شي حاجه. كلير بيلد تيست ورك فلو، هادشي غنديرو طبعا من بعد. هنا future evolution multiple pages structured output JSON CSV، هذه اللي هضرنا عليها قبل. robust.txt awareness error handling concurrency. فهاد future evolution يعني شنو هما الحوايج اللي يقدروا مثلا يجيو من بعد. فهنايا مثلا concurrency يعني المالتي ثريدين، نقدروا نستعملوا مثلا واحد ثريد اخر مثلا اللي responsibility ديالو، المسؤوليه ديالو هي انه يراني ديك الفانكشن اللي كتمشي مثلا كتبحث على شي HTTP، كدير شي HTTP ريكويست. فمثلا الا درنا واحد HTTP ريكويست تقدر تعطل واحد شويه، فهنا نقدروا نديروها كتاسك ولا نقدروا نديروها تراني مثلا في واحد ثريد سيبريتد ثريد. من بعد هنا فيجن اند كونتكست، فهنايا طبعا معلومات على يعني البروجيكت. this project is a web scraper written in C++. the goal is not only to make a program work but to design it so the responsibilities are separated. هذه مهمة، يعني كل كلاس عنده single responsibility، يعني عندها responsibility وحدة. فهنايا كنستحضر solid principles single responsibility و scope substitution و open closed principle etc. فهادو نهضروا عليهم بالديتيل بالتفاصيل من بعد، ولكن أول مبدأ ديال solid principles هو S، هو single responsibility. فالسينجل ريسبونسابيلتي كتقولك انه اي كلاس ولا اي كومبوننت خص تكون عنده ريسبونسابيلتي وحده، مسؤوليه وحده. فمثلا الا كانت عندك واحد الكلاس الهدف ديالها مثلا هي اكستراكتي لينكس، فخصها فقط تاكستراكتي دوك اللينكس، ما تاكستراكتيش مثلا تايتل ولا دير مثلا اتش تي بي ريكويست اكسترا. هذه اهم حاجه. فالريسبونسابيلتيز خصهم يكونوا سيبريتد. فالا جيت مثلا للكود هنا كتلاحظ انه اللينك اكستراكتور بوحده، الريزولت رايتر بوحده، سكرابر اب بوحدها، سكراب ريزولت اكسترا. فهنايا يعني كل كلاس عندها ريسبونسابيلتي وحده، HTML دوكيمنت اكسترا. فهذا تيكون كلين ديزاين بحال هكا، يعني هذا الديزاين هذا كيحترم السوليد برينسيبلز ولا على الاقل الفيرست برينسيبل اللي هو اس سينجل ريسبونسابيلتي. فكل كلاس عندها ريسبونسابيلتي وحده. الا كنتو باغيين فيديو بالتفاصيل على السوليد برينسيبلز ولا الديزاين باترنز نقدر ندير عليهم فيديو، خليوه في الكومنتس. هنا رجع للبروبلم ستيتمنت ابليكيشن ماست فيتش ان HTML. فهنا كتشرح فقط البروبلم ستيتمنت يعني المسؤوليه ديال الابليكيشن. هنا الستيك هولدرز، فالستيك هولدرز اند يوزرز يعني شكون هما اللي غيستعملوا هذه الاب هذه، مهمه كذلك باش تعرف شكون مثلا غادي يستعملها. البرايمري يوزر هو command line user who provides the URL and expects readable output and saved results file. فهذا هو البرايمري يوزر، هو يعني غيستعمل داك الكوماند لاين. فإلا جيت لهنا مثلا، فهنا عندي هذا الكوماند لاين enter target URL، هنا ندخل مثلا اليو ار ال اللي بغيت مثلا HTTP reference etc. وهنا من بعد continue. هنا من بعد غادي يحفظ هذاك الاوتبوت في results.txt. من بعد هنا عندنا الفانكشنال ريكوايرمنتس والنون فانكشنال ريكوايرمنتس. فهاد ريكوايرمنتس مهمين. فإلا قريتي مثلا فانكشنال ريكوايرمنتس تلقى the system shall accept a target URL as input. فأول حاجة هي أنه هاد السيستم هذا غادي يخصو أنه يستقبل هاد اليو ار ال as input كما درنا قبل، يعني نعطيو ديك الانبوت في ديك اليو ار ال في الكوماند لاين.
من بعد شنو يدير send an HTTP request to the target web page، فيصيفط واحد يرسل واحد ال HTTP request، يحمل من بعد ال HTML content، من بعد يحفظ ال HTML content في واحد ال internal document model. فنشوفوا من بعد انه هاد الدوكيمنت model هنا يعني درنا له representation بهاد HTML document.cpp، فهذه هي الكلاس اللي كتمثلو. من بعد the system shall extract the page title from HTML، يعني غادي extract title، من بعد extract جميع اللينكس، من بعد غادي يحفظ هاد جميع اللينكس هاد التايتل في واحد داتا موديل. اوكي store extract data in shared result model. هذا الريزولت موديل هو اللي عندنا هنايا ريزولت موديل، فين هو هنايا سكراب ريزولت. فوالا فانا عندي هنايا سكراب ريزولت، فهنا عندي اليو ار ال تايتل لينكس، وهنا سكسس والايرور مسج الا كان شي ايرور. اوكي من بعد هنايا عندنا الفانكشنال ريكوايرمنتس الاخرين، فهنا تقدر تقرا هادشي كامل. هنايا فقط سيف ذا سكراب ريزولت تو تكست فايلز فايل display success or failure message etc. فهاد الفانكشنال ريكوايرمنتس هادو هما تاسكس اللي خصهم يعني في الاخر خصك دير الامبلمنتيشن ديالهم. اوكي ففي الاخر خص يكون عندك جميع الفانكشنال ريكوايرمنتس في السيستم ديالك. هنا كاين نون فانكشنال ريكوايرمنتس، فانا فقط مثلا كتقول انه the application should be written in modern C++، يعني for example C++ 17 ولا 20، يعني باش من بعد مثلا اللي بغى شي ديفلوبر ياخذ البروجيكت ديالك فغادي يقدر يستعمل هاد C++ 17 وهذا. فانا باش نبدلو مثلا الفيرجن ديال C++، اجي لهنايا البروبرتيز، من بعد جنرال، ومن بعد هنايا ديفولت، فتقدر دير هنايا C++ 17 ولا 20 على حسب شنو بغيتي. اوكي فهادو هما نون فانكشنال ريكوايرمنتس، فتقدر تقرا مثلا جميع هاد الريكوايرمنتس هادو. هنا مثلا درنا انه شول كومبايل يوزين CMake، نقدروا مثلا نزيدو هنايا اند فيجوال ستوديو. اوكي اتسيتيرا. فيمكن لك مثلا تقرا جميع هاد نون فانكشنال ريكوايرمنتس، ماشي مهمين بزاف بالنسبه لينا حنا حاليا. هنا دابا الاركيتكتشر، يعني الاركيتكتور ديال هاد البروجيكت، هاد السيستم هذا. فهنا عندنا HTTP client. HTTP client هي الكلاس ولا الكومبوننت اللي الريسبونسابيلتي ديالو، المسؤوليه ديالو هي انه يحمل وان بيج. اوكي HTML document هي الموديل اللي كيستوري اللي كيحفظ رو HTML، يعني الكود ديال HTML. اوكي فإلا جيت لهنا مثلا HTML documents.h، فهنا نلقاو انها هاد HTML document عندها واحد الفيلد string اللي كيتسمى row HTML. فهذا الرو HTML هذا هو اللي كيحفظ يعني الكود HTML. اوكي من بعد عندنا التايتل اكستراكتور. التايتل اكستراكتور هي الكلاس اللي كتاخذ التايتل، يعني كتريكوبيري التايتل هذا. اوكي من بعد عندنا اللينك اكستراكتور، هي اللي كتاكستراكتي جميع الhrefs اللي هما لينكس. ومن بعد عندنا ريزولت رايتر saves output to a disk. فهاد الريزولت رايتر هي اللي كتحفظ هاد الاوتبوت هادي في الديسك. اوكي من بعد عندنا هنايا الموديول ريسبونسابيلتيز، فهنا تقدر عاوتاني فقط مزيد من الديتيلز يعني على كل كومبوننت كل كلاس. اوكي هنا داتا فلو، ف يعني كيفاش الداتا يعني كتدوز من واحد الكومبوننت اخر. اوكي فهنا عندنا accept a target URL as input، كناخذوا هذا اليو ار ال as input، من بعد download HTML content of the target page، store the downloaded content in a HTML document abstraction، extract the page title etc. اوكي هنا فقط البيلد تولين اند libraries اللي غنستعملو. تيستين استراتيجي، فنقدروا نتيستيو هنا title extractor واللينك extractor. شنو اخر هنا عندنا add integration test later for end-to-end flow with control example. اوكي verify output formatting. فهنا ما غنديرش نديروا هاد التيست هادو، غنديروا فقط التيست ديال title extractor واللينك extractor. هادو الريسك اند engineering considerations تقدر تقراهم من بعد بوحدهم. وهنا عندنا المايلستونز، فهنا هادو هما ستيبس
اللي مثلا تقدر تخدم بهم. ففي الريل وورد بروجيكتس مثلا ملي كتكون خدام في واحد الكومباني ولا كتقدروا تخدموا مثلا بالاجيليتي. فكيكون عندك مثلا كتقدروا داك البروجيكت ديالك كيخصك تخدموا مثلا في واحد البي اي، وداك البي اي كيكون مثلا كيحتوي على مجموعه ديال السبرينتس، كل سبرينت مثلا فيه جوج ديال الاسابيع، وفي داك السبرينت مثلا كتقدر تخدم على يوزر ستوري وحده ولا جوج ديال اليوزر ستوريز اتسيتيرا. فهنا كيكون عندك واحد الفيتشر، كل فيتشر فيها مثلا واحد المجموعه ديال اليوزر ستوريز، كل مثلا يوزر ستوري فيها مجموعه ديال التاسكس اتسيتيرا. فهاد هادشي هذا ماشي مهم بزاف حنا عندنا في هاد الفيديو هذا، ولكن هي باش تعرف مثلا انه كتقسم داكشي على مجموعه ديال ستيبس وديال المايلستونز. فهنا المايلستون الاولى مثلا ديفاين ريكوايرمنتس اند اركيتكتشر، يعني هذا الدوكيمنت هذا اوكي. من بعد سيت اب ريبوزيتوري اند سي ميك سكيلتون، يعني نديفينيو داك سي ميك ليست ايتترا، وريبوزيتوري مثلا في جيت هاب. implement مثلا اول حاجه implement HTTP fetching، من بعد implement parsing and extraction، implement writing and orchestration and add tests and polish اخر حاجه هي unit tests. اوكي هنا definition of the done يعني شنو هما يعني بحال نقدروا نقولوا كيما شنو قبل السكسيس كرايتيريا ولا زعما التاسكس اللي خصهم في الاخير يكونوا done. the application builds cleanly through CMake. اوكي فبيلد سواء بالسيميك ولا بفيجوال ستوديو. اوكي هنا مثلا and visual studio. a valid URL can be scrapped end to end. اوكي يعني نعطوه اليو ار ال ومن بعد يدير سكرابين. title and links are extracted correctly for representative sample pages. output is saved. okay core extraction tests pass. the repository structure is understandable to another developer. اوكي فهذه مهمه طبعا. فهنا مثلا بالنسبه لهاد الكلاسز ولا مثلا بالنسبه للبروجيكت اركيتكتشر اللي يكون عندنا، فهنا اول حاجه كنديرو هي مثلا هنا من بعد ما قرينا مثلا الدوكيمنت وخدينا مثلا جميع المعلومات اللي نحتاجوها باش نبداو في التطوير ديال هذا البروجيكت هذا. فهنا اول حاجه هي اننا نعرفوا الاركتكتشر ديال البروجيكت ديالنا. فهنا ويب سكرابر فغيكونوا فيه مثلا هاد الفايلز هادو. اوكي طبعا هاد الاركتكتشر الاولى تقدر تبدل من بعد الا بان لك مثلا شي صغير خصو يدار، فماشي ماشي ريجيد يعني كما عرفتيها في الاول كما خصها تبقى ديما. هنا عندنا include source files. فبالنسبه للسورس فايلز عندنا مثلا HTTP clients. اوكي وهنا عندنا HTTP client.h HTML document title extractor link extractor result writer scrap result وscraper app. فكما شفنا هادشي من قبل هنايا في هاد الموديول responsibilities هذا. اوكي فكل موديول عنده واحد responsibility. فإلا جيت لهنايا مثلا اليو ام ال، فانا تقدر مثلا اليو ام ال دايجرام تقدر ديرو في هاد درو اي او. اوكي هنا عندنا مجموعه ديال الكلاسز، عندنا سكرابر اب، عندنا سكراب ريزولت، عندنا ريزولت رايتر، تكست اكستراكتور، اتش تي بي كلاينت، وعندنا لينك اكستراكتور. فهنا هاد سكرابر اب هي تحتوي على الاوتبوت باث. اوكي فهاد الاوتبوت باث هنا لاحظ انه راه برايفت. هاد الاوتبوت باث هي اللي غتكون كتحتوي على التكست فايل اللي غادي نحفظوا فيه المجموعه ديال اللينكس وديال تايتل. اوكي تايتل يعني ديال HTML دوكيمنت. اوكي من بعد هنا عندنا الكونستراكتور وعندنا ران. فاول شيء غادي ندير في المين فانكشن غادي نعيط لهاد سكرابر اب. فهاد سكرابر اب هي بحال نقدروا نقولوا الاوركستريتور ديال هاد البروجيكت ديالنا. فإلا جيت مثلا لهنا سكرابر اب المين مثلا هنايا هذه هي المين فانكشن. فهنا عندي سكرابر اب هذه هي الاب. اوكي اول حاجه ندير هي في الكونستراكتور ان ناخذ هاد التكست فايل اللي فيه كنحفظ مثلا الريزولتس، ومن بعد نعيط على الران. اوكي يعني اب دوت ران. فهاد الران هي اللي كتشوف هنايا اللي زدت هنايا في اليو ام ال دايجرام. اوكي هاد الران هادي في الاخر غادي ترد ليا هاد سكراب ريزولت. داكشي اش درت هنايا
هاد سكرابر اب ات كرييتس هاد سكراب ريزولت. سكراب ريزولت هي واحد الستراكشر اللي كتحتوي على اليو ار ال، تايتل، لينكس، سكساس يعني واش واحد ولا صفر، وهنايا الايرور ميساج. فإلا جيت مثلا لهنايا نلقى هنايا سكراب ريزولت. فهاد سكراب ريزولت كتحتوي على هاد اليو ار ال، تايتل، لينكس اتسيتيرا. اوكي، فالحد الان شفنا انه سكرابر اب فكتحتوي على هاد الران. اوكي، فهاد المين فانكشن هادي يعني هاد الاوركستريتر هذا، وكتحتوي على الاوتبوت باث فينا نحفظوا جميع الريزولتس. ومن بعد عندنا هاد سكراب ريزولت هي هاد الستراكشر هادي. اوكي، فهنا عندنا جوج ديال الكومبوننتس، هاد الكومبوننت الاول وهاد الكومبوننت الثاني. من بعد عندنا هاد ريزولت رايتر. ريزولت رايتر كي depends on هاد سكراب ريزولت. فهاد الريزولت رايتر هادي، هاد الكلاس كتاخد هاد السكراب ريزولت. اوكي، وكترايتي يعني كتكتب كتسيفي هاد المعلومات هادو كلهم في داك الاوتبوت فايل. فهنا الا جيت مثلا سكراب ريزولت رايتر، اوكي، ريزولت رايتر، فهنا عندي رايت كتاخد هاد الريزولت وكتكتب هنايا داك يعني هنايا تتحط هادشي في الفايل. اوكي، فويب سكراب ريزولت كتحطها في فايل، من بعد اليو ار ال، ستاتس، ايرور ميساج، تايتل، لينكس اتسيتيرا. فهنا الا جيت مثلا للمين فانكشن، من بعد هنا في الران، فإلا جيت شي شويه لهنا ريزولت، نهبط شويه تايتل. اوكي، فهنا عندي الريزولت رايتر هي اخر حاجه عندي في الران، اخر حاجه كنعيط لها في الران فانكشن. فهنا initialization ديال هذا الرايتر هذا، ومن بعد كندير رايتر دوت رايت، وهنايا ريزولت. وهاد الريزولت هي اللي كنعمرها هنايا بالاكستراكتور، بالتايتل اكستراكتور، ومن بعد باللينك اكستراكتور. اوكي، فإلا جيت لهنا مثلا عندي هاد اللينك اكستراكتور هذا، شنو كدير؟ it depends on HTML document. كتاخذ هاد HTML document and then it extracts، يعني كتاخذ كتاكستراكتي جميع اللينكس وكتحطهم في واحد std vector. title extractor نفس الشيء، it depends on HTML document. كتاخذ هاد HTML document في البارامتر، ومن بعد كتحفظ هادشي كامل في واحد std string. اوكي، يعني كنعيطوا لنا extract وهنايا extract. وهنا طبعا هاد ال HTTP client fetch فهي اللي كتمشي ل URL، ومن بعد it returns ولا it creates هاد ال HTML document. فإلا رجعنا مثلا هنايا الكود، فنجي مثلا هنا نرجع للمين فانكشن. اول حاجه سكراب ريزولت دوت ران، هنايا ناخذ اليو ار ال. اول حاجه فيتش HTML، فانا عندي هذا الكلاينت. اوكي، HTTP كلاينت دوت فيتش، فانا كناخذ هذا اليو ار ال هذا، يعني اي فيتش هذا الدوكيمنت هذا. اوكي، HTML ونحطهم بعد في هذا ال HTML دوكيمنت. ومن بعد اكستراكت تايتل، فانا عندي التايتل اكستراكتور دوت اكستراكت، وهنايا نحط هذه في التايتل. وطبعا هادشي كامل غادي نحطو في هاد الريزولت اللي انيشاليزيتها هنايا سكراب ريزولت. من بعد عندي اكستراكت لينكس. اوكي، فهنايا ريزولت دوت لينكس از ايكوال تو لينك اكستراكتور دوت اكستراكت دوك، فهذه غتكون على شكل واحد الاس سي دي فيكتور. ومن بعد هنايا نزيد هاد السكسس هذا ترو، فإلا وصلت لهاد اللاين 41 ونجحات هاد التايتل اكستراكشن واللينكس اكستراكشن، فهنا يعني السكسس راه ترو. ومن بعد رايت ريزولت يوزين هاد الريزولت رايتر هادي. اوكي، يعني غادي ناخذ هاد الاوتبوت باث وغادي نحفظ فيه هاد المعلومات هادو اللي كاينين في هاد الريزولت هادي. اوكي، فهادو هذه الاركتيكتشر ديال البروجيكت ديالنا، وهادو من الكلاسز ولا الكومبوننتس، مجموعه ديال الكومبوننتس اللي عندنا. فهنا هاد في البروجيكت عندي ثلاثه ديال السب بروجيكتس. عندي سكراب كونسول اب، عندي سكراب انجن اللي هي واحد الا جيت لهنا مثلا بروبرتيز تلقى عندنا ستاتيك لايبراري دوت ليب، وعندي هاد سكراب انجن دوت تيست. فاذا جيت لهنايا مثلا تلقى انها واحد الاكزيكيوتابل. فهنا هذا هو الاهم عندنا، هذا هو الكور. اوكي، هو النوايو ديال هاد البروجيكت ديالنا. فهنا عندنا هاد جميع هاد الكلاسز والكومبوننتس كاينين في سكراب انجن. وفي سكراب كونسول اب فهنا كاين المين فانكشن. اوكي، فهنا مثلا تقدر دير واحد بريك بوينت، فكتبرك هنايا. اوكي، من بعد لوكال ويندوز ديباجر، فهنا تلاحظ انه البريك بوينت توقف هنايا في هاد اللاين 6.
هنايا ندير ستيب اوفر. اوكي ستيب اوفر. فهنا مثلا اتلاحظ انه الا كانت عندنا ارك سي كبر من جوج، سي اوت انتر تارجت يو ار ال. اوكي فهنا يطلب مني انني ندخل هاد اليو ار ال، فهنايا غندير اليو ار ال ديالي من بعد هيت انتر. هنا if your URL is empty هنا غادي ندير هاد الايرور مسج، هو ماشي empty. اوكي find. هنا هاد اللاينز هادو يعني الا لقينا هاد ال HTTP ولا HTTPS الا ما لقيناهمش داك اللينك فهنايا غادي نديرو واحد الايرور. اوكي URL must begin with HTTP ولا HTTPS. اوكي فالا ما كان هاد يعني داك اللينك اللي عطيتو ما كيحتويش على هاد HTTPS ولا HTTP غادي برينتي واحد الايرور. ومن بعد هنا عندي الاوركستريتور ديالي اللي هو سكرابر اب، يعني هذا هو الانتري بوينت ديال البروغرام ديالي. اوكي فانا غادي ندخل في هاد سكراب انجن. هنا لاحظ انه عندي هاد الاكزيكيوتابل هاد البروجيكت هذا it depends on هاد سكراب انجن. اوكي فهنا خصك ضروري تجي لهاد ريفرنسز ودير اد ريفرنس وتختار هاد سكراب انجن. اوكي ودير اوكي. من بعد تجي لهنايا بروبرتيز وغتجي السي بلس بلس جنرال، وهنا في additional include directories ادير هاد السكراب انجن هذا. اوكي حيت الا ما درتيش هاد اللعيبه هادي هكا فملي غادي تجي دير include scrapper app.h غادي يقول لك هادي ما عرفهاش. اوكي هذا هو الاشكال اللي عطاك، يقول لك ما عرفش هاد الفايل فين كاين. داكشي علاش خصك ضروري تجي لهنايا ودير هاد additional include directories. فهنا فينا ندخلوا لهاد سكراب انجن. اوكي تقدر تجي هنايا مثلا الكول ستاك باش تشوف مثلا شنو هما الفانكشنز اللي عيطوا لهاد الفانكشن هادي. اوكي فاجي مثلا لهنا الران. انا مثلا الران الا بغيتي تعرف الفانكشن اللي عيطات لهاد الران فدبل كليك هاد مين هنا وتعطيك انه هاد المين هي اللي عيطات لهاد الفانكشن هادي. اوكي فهنا طبعا في هاد الران انايا درت الانيشاليزيشن ديال هاد السكراب ريزولت هي في الاخير هي اللي غادي ندير لها الريتورن. هنا درت اليو ار ال درتو في هاد الريزولت هادي اتسيتيرا. وهنايا fetch HTML using هاد الفانكشن client HTTP client. من بعد هنا عندي documents، ومن بعد هنايا عندي title extractor والlink extractor اتسيتيرا. فندير continue وغنلاحظ انه هنا عندي يعني حفظ هاد الشيء هذا في results.txt. هنا عندي عاوتاني تيست. فإلا جيت لهنايا التيست غادي نجي للتيست اكسبلورر. الا كنتي ما بانت لكش التيست اكسبلورر فاجي لهنايا التيست من بعد تيست اكسبلورر. من بعد اسبرك هنا كيراني جميع التيست هادو. انا لقيت 9 ديال لي تيست. فهنا كيعطيك كلشي بالخضر يعني كلشي سكسسفول. فإلا جيت لهنايا السولوشن اكسبلورر تايتل. اوكي فهنا اليونت تيست بكل بساطه انا استعملت جوجل تيست. هنا بكل بساطه الهدف هو اننا نتيستيو هاد التايتل اكستراكتور هذا. اوكي هنا كنعطيوه مجموعه ديال الاكزامبلز وكنشوفوا واش بصح واش كيعطيك داكشي كوريكت ولا لا. هنا مثلا خديت هاد HTML دوكيمنت دوك، وهنا عندي هاد الدوكيمنت هذا واحد سيمبل دوكيمنت، وهنا عندي التايتل. هنا كنقولوا expect equal وهنا extractor.extract document، يعني هنايا غادي نكستراكتي تايتل. وهنا كنقولوا واش كيساوي example.page. الا كانت يساوي example.page فخصو يعطيها لي بالخضر. الا كانت مثلا هنا درت مثلا نسيت هاد الاي هنا نتران. فانا لاحظ انه هاد الاكستراكت تايتل فروم نورمال HTML هاد التيست هذا راه it failed. اوكي هنا خص نزيد اي مثلا هنا نتران. فانايا هاد اليونت تيست هذا داز مزيان. نفس الشيء هنايا عندي مثلا واحد الكيس اللي ما فيهش تايتل. فهنا expect equal extractor.extract doc هنايا empty. نفس الشيء هنا عندي مثلا دوكيمنت خاوي ما فيه حتى شي حاجه. اوكي empty. من بعد هنا عندي واحد broken title. اوكي handle small formatted HTML. فاني الا كان broken title يعني عندي هاد الاوبن هادي ولكن ما عنديش closed corresponding لهاد التايتل هادي. فهنا
الاكسبكتد ريتيرن هي empty. اوكي، نفس الشيء عندي بالنسبه لللينك اكستراكتور. فهنا عندي مثلا درت مجموعه ديال اللينكس، وهنا الاكسبكتد هي هاد https example.com about contacts.html etc. فهنا عندي مجموعه ديال اللينكس. نفس الشيء درتها الا كان مثلا هنا ما عندي حتى شي لينك، فهنا عندي empty etc. فهادو هما اليونت تيست. طبعا هنا تقدر تزيد شحال ما بغيتي ديال تيست باش تاكد انه اللينك اكستراكتور والريزولت اكستراكتور واللينك اكستراكتور والتايتل اكستراكتور راهم they work correctly. ويمكن لك مثلا دير تيست الريزولت رايتر حتى هي etc. اوكي،